ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين نعمل تورتة او كيكة الشوكولاتة. هنعملها كأنها تورتاية وبأقل التكاليف. هتقدري تعملي تورتة موفرة في بيتك وبصوص الشوكولاتة الهايل، والمقادير بسيطة جدا ومفيش اسهل من كده. يلا بينا نعمل كلنا تورت في البيت ونستغنى عن شراء التورت الجاهزة ونوفر في بيتنا ونعمل بأقل الامكانيات حاجات حلوة جدا وتسعد اولادنا وعيلتنا وبكل الحب. ونعمل لايك والشير والسبسكرايب ويلا بينا على الكيكه بتاعتنا الجميله. دلوقتي بقى مقادير الكيكه بتاعتي اللي هي الشوكولاته او السبونج اللي هنعمله. عندي 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وعندي نص كوبايه زيت، وعندي معلقه صغيره ملح، ومعلقه فانيليا، وكوبايتين دقيق، ونص كوبايه من الكاكاو الخام، وكوبايه كبيره من السكر. وعندي بقى النهارده الفكره كلها في المكون اللي هحطه دوت. عندي رشه بيكربونات الصوديوم، وعندي كوبايه من الميه. احنا هنوفر هنعمل احلى كيكه او تورتايه شوكولاته حسب ما هتطلع معانا. ويلا بينا نظبط المقادير ونتكتك التكاتيك بس مع اجمل لايك منكم. ويلا على الخلاط نحط البيض بتاعنا بالفانيليا. هبدأ احط البيض بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. هحط المرة دي 3 بيضات، هنبذر بقى. هبدأ احط البيض بتاعي، بيضة الاولانية حلوة جدا وسليمة، انا ضامنة البيض بتاعي. والتانية، وعندي التالتة. دي اسرع كيكة في الخيال. بصوا هتطلع ان شاء الله معاكي حاجة بجد روعة كده. مادام حطيت البيض بتاعي لازم احط له الفانيليا بتاعتي، معلقة كده شوية كده من الخل، من الفانيليا قصدي. وهديها برضو معلقة من الخل، وهديها بقى معلقة من الخل كده زي ما انتوا شايفين. وهديها انا بصوا هضرب كل المكونات بتاعتي المرة دي مرة واحدة، هتطلع معاكي بجد في منتهى الجمال. عندي الكوباية المعيارية بتاعتي اللي بشتغل بيها، اديها كوباية السكر الحلوة دي، واديها بقى نص كوباية من الزيت العباد بتاعي. اديها كده ما استخسرش فيها اي حاجة. الزيت بتاعي بقى احط نص كوبايه كده زي ما انت شايفه. ممكن اديها مكعبين زبده بحيث ان انا اعلي القيمه الغذائيه بتاعتها واخليها تحفه. واحط بقى معلقه كده من الزبده، احطها على الخليط بتاعي، معلقه كبيره كده حلوه. وهديها بقى كل المكونات دي بتاعتي ضربه حلوه جدا لغايه لما السكر بتاعي يدوب. ضربت كل المكونات كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. عندي دي بقى نص كوبايه من الكاكاو الخام. ابدا انزل على البيض بتاعي بالمكونات اللي انا حطيتها والسكر بالزيت بالزبده بنص كوبايه من الكاكاو الخام. وعليها بقى المره دي الفكره غريبه جدا هتستغربوها، هحط ميه مش هحط لبن. دي كده تورتايه عجيبه هتجربيها هتعجبك جدا. ادي هحط حوالي كوبايه من ميه، حطيت نص كوبايه، وادي نص الكوبايه التاني، واضرب كل المقدار تاني، واقوم ضاربه بقى المكونات كده معاها لغايه لما تتخفق. هنا المكونات كلها اتجانست مع بعض. هبدا بقى ان انا عندي بوله فاضيه زي دي. هبدا بقى ان انا احط كوبايتين الدقيق بتوعي وانخلهم. عندي كوبايه الدقيق بتاعتي هبدا ان انا انزل فيها في المنخل بتاعي كده بالشكل ده. ابدا انخلها بالشكل ده. وعندي بقى كوبايه الدقيق التانية اللي انا قلت لكم عليها، هبدا ان انا احطها بالشكل ده. واحط بقى عليها باكو من البيكنج باودر دريم الظريف. هبدا ان انا احطه كده بالشكل ده كله، وابدا احط عليهم معلقه صغيره كده من بيكربونات الصوديوم. واقوم حاطه، مادام حطيت دي لازم احط شويه من الملح كده، حبه كده حلوين، ذره حلوه كده حوالي ربع معلقه. واقوم ناخله المكونات بتاعتي بالشكل ده. بصوا اي شوائب بتطلع بالشكل ده. واقوم ماسكه بقى الخليط بتاعي الظريف اللي انا ضربته، ابدا بقى انزل بيه كده في الكيكه بتاعتي في البوله. واقوم بقى محركه كده بالراحه، انزل كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم واعمل لايك عشان ينزل لك كل جديد وكل حاجه موفره باذن الله.
حاجات روعه كده في البيت. البيضه عندك، الدقيق عندك، والفرن شغال. ابسط الولاد. يلا عجنت كده الكيكه، قلبتها كويس. انا حاسه الكاكاو بتاعي انا عايزاه اغمق من كده شويه. هديله كده معلقه كاكاو تاني بزياده عن اللي انا حطيته. وما دام حطيت شويه كاكاو هبدا احط له شويه ايه، ميه كمان، بحيث الخليط يبقى معايا ايه، حوالي كده معلقتين 3 ميه. معلقه الكاكاو عليها معلقتين 3 ميه، واقلب المقدار كويس لغايه لما ايه يتجانس مع بعضه. ده كده معايا كاكاو حلو جدا. ابدا بقى ان انا عندي صينيه كده محضراها، وحاطه لو تكون بس الحواف بتاعتها مرتفعه، وحاطه فيها ورق زبده عادي، وانا مولعه الفرن على 180 درجه. وهبدا ان انا اصب بقى مقدار الكيكه كده بتاعي بالشكل ده. الكيكه بتاعتي جاهزه كده، وابدا اهزها هزه كده، واقوم حطاها بقى في الفرن نص ساعه. واعملوا اللايك زي ما ستيم قال لكم. الكيكه طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله هبه وناجحه وجميله. لو ينفع تعمليها قبليها بيوم هتبقى افضل. هبدا ان انا ايه اقلبها بالشكل ده. ما شاء الله طلعت بكل سهوله. وما انساش اعمل اللايك ما دام الكيكه طلعت معايا ناجحه بالجمال ده، ما شاء الله بجد بجد روعه. ابدا ان انا يكون عندي بقى ايه قالب كده، طبق كده حلو تقديم، وابدا ان انا احط عليها الكيكه بتاعتي. ممكن ان انا اشيل الزوايد اللي فيها، يعني ان انا اقلبها كده. الكيكه طلعت بقى قلبتها كده. ممكن ان انا ايه اخد كده ترانشه بالسكينه، احاول ايه اخد وش كده الكيكه بحيث تبقى معايا شكلها روعه، وتبقى كلها ايه حذا واحد. عايزه تسيبيها مفيش اي مشكله، عشان نعرف بس ايه نزوقها. نشيل بس كده الاطراف بتاعتها. طبعا الكيك دوت مش هنرميه، هنعمل بيه افكار حلوه جدا برضو لاعياد الميلاد. نحوش شويه كيك كده حلوين. بصوا بالشكل الجميل ده. ابدا ان انا اخد الاطراف الجميله بتاعتي دي، بحيث الاسبونج بتاعي هي بصوا مش سبونج، ده مش كيكه الاسبونج، ده كيكه عاديه، واحنا هنحولها لايه لتورته ظريفه. هعملها بقى كده، وابدا ان انا ايه اخدها كده، احاول ان انا اقلبها على وشها كده بالشكل ده، وابدا اقسمها نصين. انا مش عايزه اكتر من ايه نصين بالشكل ده. لازم اكون مستخدمه سكينه ايه مشرشره. بصوا بالشكل الجميل ده. بصوا ايدي تجيب للاخر والف، تجيب للاخر والف بالشكل ده. دي ابسط تورته ممكن تعمليها، يعني مش مكلفه، مش محتاجه مجهود، ولا محتاجه تكوني ايه خبيره. بصوا اتقطعت معايا بالشكل ده. بصوا ما شاء الله هشه وناجحه وجميله ما شاء الله. اخد بقى دوت على جنب. بالشكل الجميل ده. وابدا بقى ايه اخد التورته بتاعتي كده، احشيها بشويه من الكريم جانتيه كده زي ما انت شايفه، حبه حلوين كده تطعم لي الموضوع. حطيت طبقه حلوه كده من الكريم جانتيه. هبدا بقى ان انا ايه احط برضو، عايزه من جوه يبقى غنيه معايا. هبدا احط لها شويه فراوله كده ظراف، يعني بحيث ايه اللي يقطع الترانشه تبقى ايه غنيه بكل حاجه عندي. شويه فراوله، اي حاجه عندك بقى، عندك شويه شوكولاته زياده، ما عندكيش فراوله الموجود. الفراوله بتريق مع تورته الشوكولات، فانا قلت ايه نجرب كده حاجه جديده اهو بالشكل الجميل ده. وابدا ان انا ايه ازوق تورتتي بالشكل الجميل ده بالشكل ده اهو. حطيناهم تبقى ايه تقطعي كده القطعه تبقى غنيه من كل حاجه. وابدا انزل عليها بقى بايه بقيه الكيكه تاني، اغطيها بالشكل الجميل ده اهو بالشكل الجميل ده اهي، واضغط كده انا عايزاها تبقى حلوه. وابدا انزل عليها بشويه كريم جانتيه تاني، واغلف ايه التورتيه بتاعتي. بصوا بالشكل ده. حطيت بقى شويه كريم جانتيه كده زي ما انتم شايفين. عندي الاداه دي حلوه قوي بتظبط لي التورتايه. بصوا انزل كده واقوم ايه مسحه كده، احاول اخلي الكريم جانتيه
يغلف لي ايه التورته من جميع ايه الجناب بالشكل ده، تبقى طبقه حلوه وانزل بيها ايه على الجناب. بصوا بالشكل ده زوقتها بالشكل ده. بقى ابدا عندي الاداه اللي فيها سنون دي واقوم عامله ايه كده خط كده يعمل لي زجزاج كده. ولو ما عنديش الاداه ديت ممكن ان انا اكتفي بيها بالشكل ده، ولو ممكن ان انا استخدم شوكه. يعني احنا مش هنغلب ست البيت، مش هتغلب في اي تزيين. بصوا بالشكل ده. وابدا بقى انزل عليها بصوص الشوكولاته الجميل بتاعي. بصوا اديله تقليبه كده. لو عايزين صوص الشوكولاته طريقته هنزل لكم بالوصفه، اكتبوا لي في الكومنتات وانا ايه ان شاء الله تشوفوا كل جديد هو معايا. هبدا بقى انزل عليه بصوص الشوكولاته الجميل بتاعي اللي انا مسيحاه. بصوا كريمي وروعه ازاي، تحفه بجد. ابدا انزل كده ما بقاش ايه هو بقى ينزل على الجناب بقى بشكل جميل وحلو زي ما انتوا شايفين. انا عايزاها ايه تنزل. بصوا من على الاطراف كده. بصي اجي كده واعمل لمسه خفيفه. بصي اجي احركها كده. بصوا بالشكل الجميل ده بجد حاجه مش قادره اقول لكم. بصوا الجمال، لمسه خفيفه يعني مش عايزاها ايه تجيب عايزه بقى تزودي شوكولاته تاني، بس انا شايفه ان هي كده ايه ظريفه. بصوا ابدا ان انا بقى كده. بصوا ما شاء الله جميله ازاي وعاليه معايا. هبدا بقى بكيس الحلواني ازوقها تاني. ده صوص شوكولاته انا عاملاه بقى في البيت عندي، يعني طريقه كده معينه بسيح شوكولاته. زوقتها كده بالشوكولاته ابدا ازوقها بقى بالكريم جانتيه وانا حاطاه في كيس حلواني. اعمل بقى وردات كده ظريفه يعني بشكل كده ايه عشوائي. ايه رايكم في الجمال ده؟ ممكن بقى اديها ايه وحدات فراوله كده ظريفه، وباقل مكونات هتقدري تعملي احلى تورته في البيت، مش مكلفه خالص وظريفه. موسم الفراوله دلوقتي مكتسح في السوق. نبدا ان احنا بقى نعمل حاجات كده وافكار حلوه. بصوا وردات كده بالفراوله ازنقها كده حلو بحيث متقعش معايا، وابدا ان انا ازوقها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولا اروع من كده بجد. اهو اهو حلو كده. ممكن بقى نكمل الوصفه باي حاجه. ودي كانت تورته بسيطه كده لاعياد الميلاد. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس. مع طبخات سس لبيب، وباي باي.